نبدأ بالكلام على البيت الأول الذي قال فيه إمامنا الجزري: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح. واكسره حال الكسر والفتح. ما معنى هذا الكلام؟ إذا رأينا فعلا، نحن نعلم لغة العرب أيها الإخوة تتألف من 3 أشياء: أفعال وأسماء وحروف. فإن رأينا فعلا من الأفعال أوله همزة وصل، كيف نبدأ بها؟ هل نبدأ بها مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة؟ هل نقول أسكن أو نقول أسكن أو نقول إسكن؟ الموضوع له علاقة بالحرف الثالث من الفعل. تتبع العلماء لغة العرب وكيف كانوا ينطقون في زمن النبوة، فوجدوا بأن بدءهم بهمزة الوصل ذو علاقة بالحرف الثالث من الفعل. صار عندي لما بيجيني فعل من الأفعال أيها الإخوة، الحرف الأول هو همزة الوصل، الحرف الثاني هو الساكن الذي من أجله جلبت همزة الوصل، الحرف الثالث هو المتحرك الأول في الفعل. فهمزة الوصل لها علاقة وطيدة بهذا الحرف المتحرك اللي هو ثالث الفعل. فإن كان الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما أصليا، وسأبين بعد قليل ماذا أعني بالضم الأصلي، فإن العرب كانوا يضمون الهمزة، وكما ذكرت منذ قليل بدل يقولون أسكن. أسكن، لاحظوا بأنهم ضموا الهمزة لأن الكاف مضمومة. أسكن، فالكاف مضمومة وهي الحرف الثالث، فضموا همزة الوصل عند البدء بها. أدع إلى سبيل ربك، أدع، فضموا همزة الوصل عند البدء بها. لما؟ لأن الحرف الثالث وهو العين مضموم. أدع. إذن إن كان الحرف الثالث مضموما ضما أصليا يضمون الهمزة عند البدء. وطالما أننا تعرضنا لفعل أدعو لنذكر إحدى حالاته الخاصة أن نقف عليه فنقول أدع. فلقائل أن يقول: أنت قلت إن العرب تبدأ بهمزة الوصل في الأفعال بالضم إن كان الحرف الثالث مضموما، وهنا لما وقفنا قلنا أدع فلم نضم العين، فلماذا بدأنا بالهمزة مضمومة؟ الجواب على هذا أيها الإخوة أن الوقف بالسكون أمر عارض، وأن الأصل في هذه العين هو الضم، فروعي الأصل في هذا الموضوع. لما قلت ضما أصليا عن أي شيء كنت أحترز؟ كنت أحترز عن بعض الأفعال التي وردت في القرآن العظيم ولها نظائر أيضا في اللغة، وثالثها مضموما لكن ضمة عارضة بسبب مجانسة واو الجماعة. يعني لما نجد في القرآن الكريم: امشوا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم في سورة صاد، لو وقفنا على أن وانطلق الملأ منهم أن ثم بدأنا بدءا اختباريا، هل نقول امشوا لأن الشين مضمومة نضم الهمزة؟ لا، بل نقول امشوا. لما؟ لأن هذه الضمة التي على الشين ليست ضمة أصلية، إنما ضمت الشين بسبب مجانسة الواو بعدها، واو الجماعة. ولو أننا أمرنا من فعل مشى، أمرنا المفرد، لو أردنا أن نأمر شخصا مفردا من فعل مشى، ماذا نقول؟ امشي، امشي يا فلان، امشي، وأصله امشي بيا، لكن يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه، فالمضارع يجزم، هذا مشى يمشي،
لو أردنا أن نجزم يمشي نجزمه بحذف حرف العلة من آخره. كذلك فعل الأمر من هذا النوع يبنى على ما يجزم به المضارع، فنقول امشي فعل أمر مبني الفعل يعني على حذف حرف العلة من آخره، مبني على حذف حرف العلة من آخره. إذن امشي، فلما امشي نزيد لها واو الجماعة، لا يتأتى أن نقول امشوا، بل نضم الشين. لسنا نحن بل العرب كانوا هكذا يفعلون، يضمون الشين من أجل مجانسة واو الجماعة، وهذا أسهل عليهم في النطق، فيقولون امشوا. الشين مضمومة من أجل مجانسة واو الجماعة، وهمزة الوصل في الأول مكسورة. لما مكسورة؟ لأن الشين في حقيقتها مكسورة. إذن لما نقول ضما أصليا هذا الذي نعنيه، ولما نقول ضما عارضا هذا الذي نعنيه. ألخص الكلام الذي قلته: همزة الوصل في الأفعال إن كانت حركة الحرف الثالث من الفعل مضمومة تكون همزة الوصل مضمومة. أدع، أسكن. أما إن كان الحرف الثالث من الفعل مكسورا أو مفتوحا فإننا نبدأ بهمزة وصل مكسورة. يعني مكسور مثلا امشي، لو أردنا أن نأمر من امشي فنقول امشي، فكسرنا همزة الوصل. لما؟ لأن الشين مكسورة. كذلك لو كان الثالث مفتوحا، لو أردنا أن نأمر من ذهب نقول اذهب أنت وأخوك بآياتي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب، فالحرف الثالث وهو الهاء مفتوح فنكسر همزة الوصل. إذن أيها الإخوة، همزة الوصل في الأفعال حركتها دائرة بين الضم والكسر، ولا تكون مفتوحة أبدا. نسمع هنا في الحجاز في العامية يقولون أمشي، أدخل. هذه لا تصح، أمشي وأدخل هذا كلام عامي. في الفصيح نقول امشي أدخل. أدخل نضم الهمزة لأن الحرف الثالث مضموم، وامشي نكسر الهمزة لأن الحرف الثالث مكسور. إذن حركة همزة الوصل في الأفعال دائرة بين الضم والكسر ولا تكون مفتوحة أبدا. هذا ما يتعلق بهمزة الوصل في الأفعال. ننظر إلى ذلك في الأبيات التي بين أيدينا، وهو البيت 101 من المنظومة الجزرية. قول إمامنا الجزري: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. نرى على اللوحة حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل. تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه مضموما ضما لازما. وهذه الأمثلة أمامنا، نحو أركض. لاحظوا بأن الكاف مضمومة فبدأنا بهمزة مضمومة. أركض. أدعو، بدأنا بهمزة مضمومة لأن العين مضمومة. أجتثت، بدأنا بهمزة مضمومة لأن التاء مضمومة وهي الحرف الثالث من الفعل. انظر، بدأنا بالهمزة مضمومة لأن الحرف الثالث من الفعل وهو الظاء مضموم. نرى على اللوحة بخلاف نحو امشوا فإن ضم الثالث منه عارض لأن الأمر من مفرده امشي، وإنما ضمت الشين في جمعه
لمجانسة الواو بعدها. وكذلك بقية الأفعال المماثلة نحو ابنوا، فأصلها في المفرد ابني. اقضوا ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. اقضوا لو بدأنا بها بدء اختباري، اقضوا لأن الأمر منها للمفرد اقضي، اقضي يا فلان، قضى يقضي وأنت اقضي. ايتوا أيضا بدأنا بهمزة مكسورة. لما؟ مع أن التاء مضمومة، لأن هذه الضمة عارضة وليست أصلية. الأمر منه إيتي، أتى يأتي وأن تأتي، إيتي يا فلان. فنبدأ بهمزة مكسورة لأن الحرف الثالث في الحقيقة مكسور، وما ضم في هذه الأفعال إلا لمجانسة واو الجماعة بعده. ننتقل إلى البيت 102. ثم قال الجزري رحمه الله: واكسره حال الكسر والفتح، أي في الحرف الثالث. نرى على اللوحة حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل. تكسر همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الثالث منه أولا كما نرى على اللوحة مكسورا، نحو اصبر، اصبر على ما يقولون. اكشف، ربنا اكشف عنا العذاب. كل هذه الأفعال ثالثها مكسور، لذلك بدأنا بهمزة الوصل مكسورة. قال الجزري: واكسره حال الكسر. فهنا كسرنا همزة الوصل حال الكسر في الحرف الثالث. الحالة الثانية من التي تكسر فيها همزة الوصل في الأفعال إن كان الحرف الثالث مفتوحا، نحو استغفر، اتقوا. الحرف الثالث في استغفر هو التاء، والحرف الثالث في اتقوا هو التاء الثانية المفتوحة. والحالة الثالثة أيها الإخوة كما نرى على اللوحة التي يبدأ فيها بهمزة الوصل مكسورة أن يكون الحرف الثالث مضموما ضما عارضا، يعني غير أصلي. وذلك في، لاحظوا أنني لم أقل وذلك نحو، هنا قلت في النوع الأول والثاني قلنا نحو، بمعنى ما شابه هذا النوع. لكن في الثالث قلنا وذلك في. فقد حصرت لكم الأفعال التي جاءت في القرآن العظيم والتي ظاهرها أن الثالث منها مضموم وحقيقته الكسر، وهي ما ترونه أمامكم من الأفعال الخمسة: ابنوا، امشوا، اقضوا، ايتوا، ايتوني. هذه الأفعال الخمسة في القرآن العظيم ظاهرها أن الثالث مضموم، ولكن حقيقته أنه مكسور بسبب دائما الدليل هو أمر المفرد. انظروا كيف نأمر بالمفرد. هل نقول ابن ولا ابني يا فلان؟ فعل أمر من البناء. امشي يا فلان، اقضي يا فلان، ايتي يا فلان. هذا ما يتعلق بالأفعال. الآن هذه اللوحة تلخص لنا الماضي. ننظر إلى هذه اللوحة، فيها تلخيص للقضية. حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل. أولا الضم كما نرى، متى؟ إن كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما، نحو اركض، أدع. والكسر تكون حركته الكسر إن كان ثالث الفعل حالة من إحدى ثلاث حالات: إما مكسورا نحو اصبر، أو مفتوحا نحو اتقوا،
أو مضموما ضما عارضا نحو ابن. إذن لاحظوا من خلال هذه اللوحة أيها الإخوة أن حركة همزة الوصل في الأفعال دائرة بين الضم والكسر ولا تكون مفتوحة أبدا. هذا ما يتعلق بهمزة الوصل في الأفعال.